صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. أنا معاكم مرة أخرى في برنامجكم المفضل الدردشة الصباحية. النهاردة كنت عايزة أتكلم عن كتاب بصراحة ما خلصتوش، بس في حتة لفتت نظري لما بطبقها فعلا بتفرق معايا في حياتي، لكن بنساها بسرعة، فحابة أتكلم عنها، وهي المرونة النفسية، أو زي ما عرفتها دكتورة علم النفس في جامعة هارفارد دكتور كارول بالجروث مايندسيت، أو بعيدا حتى عن المصطلحات الطبية نقدر نقول إن هي القدرة على ترجمة المواقف السيئة أو الوحشة بشكل صحيح، والشكل الصحيح لترجمتها أيا كانت هي إن انت تبقى شايف ايه الفايدة منها وايه الفايدة من وقوعها، حتى لو كان اللي حصل ده في الأول وهلة مصيبة أو حاجة وحشة. في تجربة أجرتها دكتور كارول إن هي جابت مجموعة من الطلاب واديتهم كلهم امتحان واحد. الامتحان ده هو محطوط فيه أسئلة عمدا هما ما يقدروش يحلوها في سنهم. هما كان المفروض عندهم 10 سنين، والأسئلة دي ممكن تحلها مثلا في مرحلة يعني قدام شوية، مش دلوقتي خالص، مش في المرحلة، أنا مش عارفة اللي عنده 10 سنين ده بس أنا كام، بس انتوا فاهمين الفكرة. لقيت إن مجموعة من الطلاب حسوا إن هما الامتحان ده طالما هما ما قدروش يحلوه فهم أغبياء، فما كملوش الامتحان وكتبوا. وفي طلاب تانيين لما شافوا الأسئلة دي وعرفوا إن هما يعني ما قدروش يحلوها، قالوا كلمات زي مثلا I love a challenge، اللي هو أنا بحب التحدي، أو انتوا الكلام ده، وكملوا الامتحان عادي. مجموعة الطلاب اللي لما شافوا أسئلة صعبة أو شافوا تحديات وقالك I love a challenge، أو قالك يعني حاول فيها وما يأس فيها واستسلم، دول الناس اللي احنا ممكن نقول هم عندهم الجروث مايندسيت او المرونة النفسية. وناس تانية عندها الناس التانية اللي قالت لا انا مش عارفة احلها وما حاولتش وفشلت وخدت الموضوع بيرسونال قوي، هم دول الناس اللي عندها الفيكسد مايندسيت. طب ايه هو الفرق ما بين الفيكسد مايندسيت والجروث مايندسيت؟ الفيكسد مايندسيت هي ان انا ابقى عايز اعمل حاجة، وبدل ما اقرر ان انا فعلا اقوم اخد خطوات واعملها وبسط الموضوع على نفسي وابقى مستوعب ان انا لما ابتدي في حاجه مش هبقى حريف، لان انا لسه معرفش الحاجه ولسه بقى يعني لسه بتعرف على الحاجه دي، بدل ما ابص اللي هو بالمنظور ده ان انا الانسان فانا لسه بتعلم، او لا انا مش هقدر اعملها، اقارن نفسي واحط نفسي تحت اقول ده الفلان الفلاني عرف يعمل الحاجه الفلانيه لان هو والله واحد اتنين تلاته، واخلق لنفسي اعذار ان انا ما اعملش الحاجه دي. على النقيض هي الجروث مايندسيت، عقلية النمو بقى، هي اللي أنا أقدر أشوف المشاكل اللي بتحصل لي والعقبات اللي أنا بمر بيها كطريقة إن أنا أحسن من نفسي وإن أنا أتعلم حاجات جديدة. فبالتالي لما مشكلة تحصل لي ما أقفش في الطريق، أفضل مكملة، بالتالي أتحسن وأثبت. لأنه طبعا هيبقى في عندنا عقبات في الطريق، ودايما مش الدنيا هتبقى أسهل حاجة، بالعكس ده هو الحياة هي أصلا معمولة عشان يبقى فيها عقبات. فبالتالي لما أنا أبص للدنيا بالجروث مايند سيت هبقى قادرة إن أنا أتحسن يوم بعد يوم، لأن أنا مدركة إن في عقبات، لكن أنا أقدر أتغلب عليها وأنا هشوف طريقة أحسن بيها نفسي. الموضوع ده رائع جدا، لأن طول ما أنت شخص عايز تنجح فأنت دايما هتبقى بتعمل حاجة، ودايما هيبقى بيقابلك مواقف وحاجات يعني عقبات، ودي الطريقه اللي احنا المفروض، دي فعلا الطريقه في الدنيا اللي احنا بنحدث فيها. كان في مثل بالانجلش بيقول I prayed for strength and God gave me problems. انا دعيت ان انا ابقى شخص قوي وربنا اداني مشاكل علشان اعرف احلها وعلشان اقوى من خلالها. واحنا كمسلمين بالذات المفروض نفكر فيها اللي هو ايه، احنا دي هي فكره بجد البلاء، احنا ليه ربنا بيبتلينا؟ علشان نرتقي، سواء بقى احنا هنرتقي في الحسنات، هنرتقي في حاجة في الدنيا احنا قادرين نشوفها. الابتلاء دايما بيجي ورا ان احنا نرتقي في حاجة، سواء هي حاجة دينية انا برتقي بقلبي وبقرب من ربنا، او حاجة دنيوية.